التي ستنطلق بعد لحظات بين المنتخب الوطني المغربي ونظير المنتخب في كل تنزانيا الافريقيه نحو كأس العالم. كل التوفيق للمشاركة المغربية. قبل البداية النجم الكبير سيدخل المنتخب الوطني المغربي مشوار خاص في تصفيات جيدة جدا على مستوى الطريق نحو كأس العالم. كل التوفيق للمشاركة المغربية. قبل البداية النشيد الوطني المغربي وننطلق بعد في غمار هذه المباراة التي نتمناها أن تكون مباراة جيدة شيقة للعناصر الوطنية. نعم لحظات وسنغوص وإياكم في تفاصيل هذه المنافسة هنا في هذا الملعب، هنا بدار السلام، هنا بتنزانيا، هنا الانتظارات الكبيرة وأيضا الأمانة العريضة من أجل تحقيق انطلاقة جيدة جدا على مستوى الطريق المؤدية إلى كأس العالم. إذن هي لحظات فقط مشاهدينا الكرام وسننطلق إياكم من حديث 19 هذه النصيرية المنتخب الوطني المغربي بلا تشكيلة نتيجة جيدة إيجابية. سوس بيتر رقم 19 النشيد الوطني المغربي. ونعود لعب مهم في المقابلة الأخيرة اللي كانت بمدينة مراكش رفقة المدرب رشيد الطوسي في الوقت بأنه الأجواء العامة في المدرجات هنالك جماهير تنزانيا تحمل أيضا القمصان ديال المدرسة المغربية الحاضرة بقوة. رابط على الصورة ونحن نترقب انطلاقات وهنا تأتي الصافرة المعلنة على انطلاقة هذه المباراة لأول مباراة من خلال الطريق المنحرس اللي بدوره بعد الخطورة. كرة مغربية في أول عملية هجومية بتشكل من الجهة اليمنى محاولة تمريرة داخل منطقة الجزاء فرصة مباشرة. رومان سيس كيختار كرة طويلة في اتجاه حكيم زياش والأقرب هنالك تغطية دفاعية الواضح أنها مشات مباشرة صوبها والكرة كتنفذ. تحضير من جديد من الجهه اليمنى عمليه ديال التنفيذ داخل منطقه الجزاء. تأطير الكره لمسات اليد ديال المدافع وضربه جزاء ونشوفوا هنا اللمسه سقوط على ارضيه الملعب. وضع الكره ديالو رجع للخلف كيتقدم اشرف حكيمي ويضيع الكره ديالو صوبها بقوه اعتلت العارضه الافقيه يعني بسنتيمتر. انطلاقه ديال تفاصيل هذه المقابله كانت فرصه للمنتخب الوطني المغربي. لاحظوا حكيمي مشى والخطا الامامي لتواجد امين حارث كيحافظ على الكره ديالو بالكعب. هنا تمريره في اتجاه عدلي تمريره ما خرجتش الكره. المقابله ديالو الثانيه الان والمنتخب الوطني المغربي العطار هنا موفاتوس يصوب هذه الكره مدرجات الملعب لتشجيع المنتخب الوطني المغربي. كره ملعوبه اماميه على مستوى الخط الامامي. هنا البحث عن الانسيله تمريره داخل منطقه الجزاء فرصه قليل من الحظ كان بامكانه ان يوضع الكره كاول هدف. لاحظوا الامكانيه بهذا الشكل تموضع في الخط الامامي. لاحظوا نبيل الخلوس فرصه ديال التمريره الجانبيه وفي اخر ما كره في اتجاه اشرف حكيمي الاستفاده من هذه الكره مباشره الى خارج عن طريق حكيم زياش كيرفع كره داخل منطقه الجزاء. البحث عن نصير الانطلاقه من زياش تصويبه هدف اول للمنتخب الوطني المغربي. هدف بشكل ممتاز هدف بشكل رائع انطلاقه ممتازه احسن بدايه في مشوار مؤهل كاس العالم. تصويبه لا توسط ولا ترد بهذا الشكل بهذه الطريقه. تهزيم الحارس كويسي كواوا. لاحظوا يعني من نصف الملعب بواحد معنويات كبيره وبثقه في النفس صوب الصويبه مباشره صوب المرمى. غلطت الحارس لقوتها غلطت الحارس لبراعتها من حكيم من زياش الذي يصوب اللي قام بتمريرات اكثر. يا محاوله فرصه لرفع هذه الكره داخل منطقه الجزاء. كره ممتازه فرصه ديال هدف نصيري رفع الكره بهذه الطريقه. وهنا هدف بيكملش المتابعه ديال الكره وبالتالي لاحظوا مشى الحارس وكتمشي حكيم زياش ينفذ يرفع هذه الكره داخل منطقه الجزاء. في اخر مطاف تعود لتكون مغربيه ممتازه من حارث المراوغه داخل منطقه الجزاء. بحث عن تصويب عن تمرير بشكل جيد. لاحظوا حارث والطريقه والاسلوب. حكيمي اشرف تمريره داخل منطقه الجزاء ولكن بعيده الكره الذي يتسع لأكثر من 60,000 مشجع ومناصر. تم إنشاؤه سنة 2000 وأشرف حكيمي محاولة ديالو الوصول للكرة الماضية كاين خطأ. الكرة الثابتة الكرات البعيدة عن المرمى. أشرف حكيمي يساعد صويبة مباشرة إلى خارج التدخل من أشرف حكيمي ثم بونو يبعد الخطر في خط الوسط. كرة ملعوبة بشكل سريع من الجهة اليسرى تمريرة جانبية محاولة البحث عن حكيم زياش
زياش تمريره ممتازه في اتجاه بلال خلوص، دخول داخل منطقه الجزاء، محاوله فرصه وهدف للمنتخب الوطني المغربي. هدف للمنتخب الوطني المغربي. التموضع جيد على مستوى رقعه الملعب، وبالتالي كيجي هدف بهذا الشكل صراحه نصيري في المكان المناسب لاتمام الكره الماضيه. كره جانبيه داخل منطقه الجزاء. اللاعبين ديال المنتخب التنزانيين يعني ما توقعوش الكره غتمشي بهذا الشكل بهذه الطريقه هذه، ياتي هدف بهذا الشكل بهذه الطريقه هذه. تغطيه دفاعيه لم تكن بالمره جيده من المنتخب التنزاني، ولكن كان تموضع مثالي لعناصر المنتخب الوطني المغربي اللي جاء من خلال التمريره الاولى ديال حكيم زياش ثم التمريره الثانيه ديال اللاعب بلال خنوس. ولاحظوا المكان تواجد ديال اللاعب اللي هو نصيري في المكان المناسب اللي كمل الكره بهذا الشكل صوب المرمى. اذا جوج ديال الاهداف مقابل زياش كيمار، زياش كيقوم مراوغه تمريره داخل منطقه الجزاء كترجع عن زياش. فرصه ديال الهدف الثالث، تصويبه لا تزال مستمره ديال العمليه الراسيه وكره الهدف. فرصه المنتخب الوطني المغربي اللي كان قريب من وضع الكره في الهدف الثالث. ونشوفوا القرار ديال بعد ذلك استمرت عدلي البحث عن راسيه من خلال تألق ديال يوسف. كرة تلفت بشكل سريع أمامية تصدي، وهنالك من جديد قرار بالكرة ثابتة تلفت بقوة تصطدم الجدار تعود مرة أخرى. تغطية بهذا الشكل، زياش تمرير في اتجاه أشرف حكيمي، دخول داخل منطقة الجزاء، فرصة قات الملعب مكان أمين حريث ثم أيضا عبد الصمد الزلزولي. يسعد لي كم كيمشي الخيار السهل هو توجيه البطاقة للاعبين اثنين من الفريقين معا. يتلقى بطاقة هذه هجمة مرتدة مضادة صعبة على معترك المنتخب الوطني المغربي، البحث عن تمرير وهنالك تغطية دفاعية. يلعب كرة طويلة احتكاك بدني كبير، التحام قوي بين اللاعبين هنا. كرة طولية إلى الأمام، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. يلعب كرة طولية للمنطقة الأمامية، يلعبها لمنطقة الخطر. تسديدة عدت بجوار القائم الأيسر بسنتيمترات.